بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نبدأ ونستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج لقاءات مع نجوم مرئية وغير مرئية. نجمنا اليوم اللي هو مدرب هلال الساحل، لاعب سابق لعدة أندية ومدرب حالي لفريق هلال الساحل بالدوري الممتاز. تعالوا بعد نتعرف على الكوتش. أهلا بك. عليكم السلام، لك عبد العزيز، لك التحية والتقدير. الكوتش محمد صباحي محمد جابر، الخرطوم المغرن، مدرب عام لهلال الساحل. نحن سعيدين بالاستضافة دي يا كوتش، ودايرين مع بعض نعرف من هو محمد صباحي بصورة أوسع. محمد صباحي لاعب سابق بفريق المغرن، ولاعب سابق بمنتخب الخرطوم للأندية الصغرى، ولاعب سابق بمنتخبات الناشئين والشباب، ولعبت لفريق المغرن ولعبت لفريق هلال الساحل. ثم اتجهت للتدريب في 2008 بعودتي من الإمارات، والتحقت بفرق المغرن، ثم نجوم بسيد، ثم شباب النيل وثم الجوز والتوتي، واخيرا مستقر مع هلال السودان من 4 مواسم سابقه. جميل يا كوتش، دايرين نعرف مع بعض كيف كانت بداياتك في مجال التدريب. هي بدايات كانت تكوين الفكرة عن التدريب. أنا كنت في الإمارات لمدة 10 سنوات في مدينة دبي، فدي نمت مخيلتي في مشاهدة أعدى الفرق العالمية: ليفربول، منتخب الأرجنتين، منتخب البرازيل، بنفيكا، بورتو. دي كلها كونت ذخيرة حية لبنات أولى لبناء شخصية محمد صباح التدريبية. جميل يا كوتش، دايرين نعرف مع بعض يعني لحظة من أسوأ اللحظات التي مرت عليك. لحظة أحب أن أسقطها من ذاكرتي، لكن حكيها للسادة المشاهدين. في الموسم السابق أو قبل السابق وقفت ظلما من لجنة الانضباط بجرم لم أرتكبه لمدة عام. فكان عام مظلم جدا جدا، بما أنه كنت مواصل كل صلاحياتي مع هلال الساحل من خارج الملعب بس. فكانت لحظة صعبة جدا جدا. وبعد 6 شهور انصفتني لجنة الانضباط ورفعت باقي العقوبة، لكن الحمد لله ما زالت ترمي بظلالها على مخيلتي كل ما أتذكر. عفى الله عما سلف. عفو الله ما سلف، وربنا يبعد اللحظات السيئة إن شاء الله. دايرين برضو مع بعض نعرف يعني من أجمل اللحظات اللي مرت بك يا كوتش. هي لحظات سعيدة كثير. مساهمتي في بقاء فريق المغرم في الدرجة الثانية، كنت سبب في صعود نجوم بالسعيد من الدرجة الثالثة إلى الثانية في نفس موسم هبوطهم للثانية. والفرحة لا تفارق مخيلتي في صعود هلال الساحل إلى الممتاز وبقائه. والموسم البعده تأهلنا إلى الكونفدرالية في تنزانيا ومصر. دي كلها لحظات حلوة في حياتي. جميل يا كوتش، عندنا في الكرة السودانية ناديين، نادي الهلال ونادي المريخ. دايرين من هو، أنا عارف النادي المفضل للكوتش محمد صباحي، هلال أم المريخ؟ كل اللي حوالي في منطقة المغرب، في منطقة بورسودان، في أي منطقة بيعرفوا إنه ميولي التام إلى فريق الهلال. وهذا شرف لي وشرف إن أنا، بما إنه كل لعيبة المريخ أصدقائي، وكنا المريخ كل التقدير والاحترام. جميل يا كوتش، دايرين نعرف مع بعض يعني لاعب مميز لفت انتباهك في الدوري السوداني. هو اللاعب مفضل محمد الحسن كانتي، لاعب هلال الساحل. لاعب تكتيكي، ونحن بنلجأ إليه ونعتمد عليه في كثير من في الجهاز الفني، في كثير من التنفيذ الجمل داخل الملعب. جميل يا كوتش يا محمد صباحي، دايرين برضو نعرف من هو لاعبك المفضل عالميا. بدون شك ميسي. جميل. دايرين برضو نعرف الوجبة المفضلة للكوتش محمد صباحي. بحمد الله استسيغ كل الأكل من المطعم السوداني، لكن ميال إلى أكلة القراصة. جميل يا كوتش، برضو دايرين نعرف يعني لو عندك رسالة حابب توصلها لكل اللعيبة السودانيين. طبعا دلوقتي هسه مع هذه الأحداث توقف النشاط إلى قرابة ال3 شهور. أرجو أن اهتمام بالجانب البدني حتى تحتفظ إلى كاريزمتك الرياضية، وإنك تكون قريب إلى عودة النشاط، تكون بدنيا قريب. ولكم كل التحية والتقدير، وخاصة لعيبة هلال الساحل. نحن برضو نحيو من هنا، نحن سعيدين بالاستضافة دي يا كوتش، وكلمة أخيرة. الشكر، كل الشكر والتقدير للأخ العزيز عبد العزيز عدلان وبرنامج الشيخ. والحمد لله وأتمنى أن أكون ضيف خفيف الظل على البرنامج وعلى السادة المستمعين.
شاكر لك كثير يا كوتش محمد صباحي. إذا كانت حلقتنا اليوم، نتمنى أن تدعمونا اشتراك في القناة، زائد أنا الشير، زائد تفعيل الجرس، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته.